يمكن من اصعب المواقف اللي حصلت لي ان انا كنت في الجامعة في محاضرة ما، وبعدين الدكتور قالت احنا هنلعب لعبة واللي عايز يشارك يرفع ايده. طبعا انا ملكة المشاركات الاولى، فايوه يا دكتور اختاريني، وفعلا اختارتني واختارت بنت تانية معايا. انا مش فاكرة قوي اللعبة ولكن فاكرة كويس قوي الموقف ده. الدكتور بدأت تسأل أسئلة عامة زي لونك المفضل ايه، ايه هواياتك، حاجات من النوع ده، وبعدين بدأت تسأل الأسئلة المهمة. آخر سؤال وأهم سؤال كان مين اصحابك يا فلانة اللي كانت واقفة جنبي، فالناس بدأت ترفع ايديها انا. جت دور عليا مين اصحاب آية، محدش رفع ايديه. برغم ان انا يعني انا بحكي لك الموقف ده وانا فاكراه كويس قوي. انا كنت واقفه هنا والبنشات هنا وهم قاعدين هنا واصحابي موجودين ومحدش فيهم رفع ايده، موجودين والله العظيم موجودين ومحدش فيهم رفع ايديه. انا عارفه انت بتسأل نفسك ايه، هم ليه محدش فيهم رفع ايده؟ انا بقالي 4 سنين بسأل نفسي السؤال ده ولحد دلوقتي مش لاقي اجابه، ولكن مش مهم اعرف الاجابه. بس اللي انا عرفته كويس قوي بعد الموقف ده ان في 4 اسئله ما ينفعش اقول على حد ان هي صاحبتي الا لما اسال نفسي ال4 اسئله دول. هقولهم لك بالترتيب وهستنى رايك فيهم، بس عشان خاطري ما تقولش على حد ان هو صاحبك بالتحديد بعد نقطه رقم 4. اسمع نقطه رقم 4 الاول وبعد كده حدد على اساسها اللي قدامك ده صاحبك ولا لا. رقم 1، هل الصحوبية دي متبادلة؟ يعني هل اللي قدامي دي بتقول عليا ان انا صاحبتها زي ما انا بقول ان هي صاحبتي، ولا المشاعر دي مش متبادلة ومن طرف واحد؟ نقطة رقم 2 واللي بقولها عن تجربة سنين طويلة معايا وشفتها مع ناس تانية كتير، وهي نقطة حقيقي مهمة قوي 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 قوي، وهي هل صاحبك ده بيرد غيبتك ولا لا؟ بمعنى لو انت مش موجود وحد جاب سيرتك بحاجة انت لو انت قاعد ما تحبهاش، هل هيرد غيبتك؟ هيتكلم عنك بشكل كويس ولا هيقعد ينم عليك معاهم؟ ما هو اصل لو قاعد ينم عليك معاهم تبقى انتوا صحاب ازاي يعني؟ تالت نقطة ودي لسه مكتشفاها من قريب، هل صاحبك ده انعكاس ليك ولا لا؟ في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. صدقت يا رسول الله. هديك مثال، انا صديقتي المقربة اسمها تقى، لو انا في مكان ما مع تقى والناس اللي في المكان دول عارفين ان تقى صاحبتي، او لو انا مش موجودة اصلا والناس عارفة ان تقى صاحبتي، انا يشرفني جدا 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 ان يتقال ان انا صاحبة تقى. ليه بقى؟ لان تقى اخلاقها طيبة، بالتالي هيتقال ان اخلاقها تشبه اخلاقي. لما تتعامل مع حد بذوق هيتقال عليا نفس الكلام، لما تتعامل مع حد بادب هيتقال عليا انا كمان نفس الكلام. مش بقول ان احنا نبقى نسخة من بعض لان ده شيء عمره ما هيحصل ولا شيء اصلا مطلوب، ولكن بشكل عام الاخلاق متقاربة، بالتالي لما حد يشوفها انا ما اخجلش ان يتقال ان هي صاحبتي، لا بالعكس هي صاحبتي، احنا شبه بعض واخلاقنا من بعض، فده جميل ان يتقال عليا ان انا صاحبتها. رقم 4 وهي اهم نقطة مبنية على تجارب سنين طويلة معايا ومع غيري. اشرب بوي الاول واقول لك، عمرك 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 ما تقول على حد ان هو صاحبك غير لما تحصل حاجه من الاتنين، يا تتخانقوا يا بعد الشر يحصل لك ازمه. انا بجد بقالي فتره ما بقولش على حد ان احنا اصحاب لحد ما بنتخانق. ليه؟ لان الخناق بيبين معادن الناس. هل اللي قدامك ده هيجي يرضيك ولا هو كل همه انه يبان ان هو صح وخلاص؟ هل هيسيبك بالايام وممكن بالشهور زعلان؟ هل هيحاول يطرمخ كده على الموضوع عشان خاطر ما يعتذرش وخلاص؟ ولا انت فعلا مهم عنده وزعلك مهم عنده؟ تاني نقطة ان لا قدر الله تحصل لك ازمة او مشكلة، في مثل اجنبي بيقول a friend in need is a friend indeed، يعني صاحبك هو اللي بيبان وقت الازمات. الناس كلها بتحب الفرح، كله معاك في الفرح والخير، لكن وقت الازمة مش بيشيلك، مش بيقف جنبك، مش بيساندك، مش بيساعدك غير الشخص اللي بيحبك فعلا. عمرك ما تقول على حد انه صاحبك غير لما تتخانقوا او تحصل لك مشكلة لا قدر الله. ومعنى مشكلة مش لازم تبقى حاجة كبيرة، حتى لو انت مثلا زعلان مع حد في البيت هتشوف هو هيسمعك، هيحاول يحل الموضوع، ولا هيبقى مش فاضيلك لا انا مش عايز اسمعك، ولا حتى هيحاول يسخنك على الناس، لا تشوف هو هيتصرف ازاي، هيحتويك ازاي. لو ال4 صفات اللي احنا قلناهم موجودين في صاحبك ما تنساش تبعت له الفيديو او تمنشن له وتقول له ايه مثلا، قول له بحبك يا صاحبي. وما تنسوش تشاركونا قصصكم مع اصحابكم في الكومنتس. شكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو للنهايه، مع السلامه.